السلام عليكم خوتي خواتاتي. المهمات اموركم مزيان؟ اليوم غادي نقدم لكم المحنشه بالقطعات نتاع الدجاج. راني شديت كوكوت. الدجاج يعني راه مكونجلي، كان مشرمل من قبل، يعني القزبر والعطريه والثومه. صافي درت شويه د الماء، ها هو غادي ندير شويه د الزيت. اللي بغى يديرو بالكفته يديرو بالكفته، انا بغيت نديرو بالقطعات نتاع الدجاج، بغيت نديرهم في كوكوت باش نسرع عليا الخدمه. ندير شويه د الملحه، شويه د البزار بحال هكا، صافي غادي نسد عليهم كوكوت. والوقيته اللي غادي يطيبوا غادي نفرتت داك الدجاج. وها نتوما معايا فاش غادي نبدا ها حنا فاش طاب الدجاج، ها هو فرتتناه هنايا، ها حنا فرتتناه. ها هي الصوجه، كاين الهريسه، شويه الزيتون، كاين 2 بصلات، هنايا كاين القزبر مطحون، ها هو قزبر مطحون، كاين السودانيه، كاين خرقوم بلدي، تحميره، البزار، الملحه، العطريه نتاع الكروفيت، العطريه نتاع البسطيله، كاين هنايا القزبر والثومه. البصله والقزبر والثومه هانتوما معايا غادي نديرهم في الهاشوار. بسم الله. غنديرهم في الهاشوار، غادي نطحنهم. غادي نشحر شويه البصله وغادي نلوح عليها المكونات الاخرين. هانتوما معايا هي طحنتها، غادي نشدها، غادي نديرها في المقله، نديرها تشحر. دابا فاش طحنتها هكا، ها هي دابا فاش طحنتها. ما طحنوهاش بزاف، راه غير غادي صافي. انا غادي نديرها مع الزيت. هاني دابا شعلت عليها النار، انا غادي نزيد الزيت، واحد 2 معالق تاع الزيت، شويه د الملحه، صافي غادي نخليوها تشحر حتى تدبال. صافي وندخل عليها دوك المكونات الاخرين اللي وريتكم. ها هي دابا فاش تشحرت البصله غادي نلوح عليها الدجاج. ها هو غادي نحرك نخلط معاها. هكا غادي نزيد الشعريه هانتوما، غادي نحرك وهي فوق النار. غنزيد داك الزيتون والهريسه، ها هما حتى هما،
غادي نزيد ديك العطريه، ها هي هاد العطريه تاع الكروفات والبسطيلار اللي قلتها لكم، ها هي كلها. غادي نزيد الصوجا، ها هي تقريبا واحد 2 معالق كبار. صافي وغادي نحركو بحال هكا. منين تخلط مزيان، نخلطوها مزيان، نحركوها مع سميتو. صافي وغادي نطفيو البوطه وغادي ناخدوها وغادي نبداو نعمرو. هانتوما معايا. ها هي دابا راني خلطتها، ها هي خلطتها. هذه جبت نص كيلو د الورقه الحجم الكبير، بغيتو الحجم الصغير ديروه الحجم الصغير. هذه الزيت اللي درتها مع التحميره باش غادي ندهن بها فاش نسالي. هذه النوعيه نتاع الشعريه اللي درت، هذه هي النوعيه نتاع الشعريه اللي درت. كديروها كتسلق ها انتم معايا. ها هي دابا، ها هي الورقه كبيره، ها هي هذا هو الشكل اللي كانت عليه. ها هي وقطعتها على جوج، ها هما 2 طروفات. ها هي غنشد هاد الطرف هكا، غادي نحط فيه الحشوه، غنشدها بحال هكا الحشوه هكا. بسم الله. غادي نديرها طولي، شكل طولي بحال هكا. هكا نقادها صافي. غنشدها بحال هكا بحال هكا. غادي نبقى نلوي بحال هكا نلوي بحال هكا هكا بحال هكا. هانتوما شفتوا. غادي نشد هاد القنت ونبدا نلوي بحال هكا غير بشويه باش ما تطرطقش ليكم، غير بحال هكا بشوي هكا. هانتوما هكا هكا صافي. وهاد الاخر يا اما تشدوه بكوردون ولا ديروه هكا لتحت. صافي ها هو الشكل النهائي. محنشات صغار غنديرهم في اللاطه. هنا وحده اخرى. هانتوما توزعوه بحال هكا، ما تزيروهاش باش ما تطرطقش ليكم. غادي ندوروها بحال هكا. تمام. الوجه اللي كيلمع غادي ديروه لتحت، وداك اللي حرش غديروه الفوق، هو اللي غديروا فوق الحشوه.
إلا عندكم موجود أنواع الحوت ديروا كروفات ولا الحوت بيض ولا اللي كان، اللي إلا ما عندوش يكتفي غير بالعطرية تاع الكروفات والبسطيلة كتعطيك النكهة تاع الحوت. تقدروا ديروها بريوة عاوتاني بحال هكا. هكا ها هو صافي. هانتوما ها هي البريوة، هانتوما شتو ساهلة. هاني دابا هاني ساليت كلهم، ديك الورقة ساليت نص كيلو. غادي ناخد دابا هاد الزيت وغادي نبدا ندهن بحال هكا الورقة ديالنا، بحال هكا بحال هكا. ما تزيروهاش باش ما تطرطقش ليكم هكا. بغيتو ديروا شكل بريوات بحال هكا حتى هي كطلع زوينه. بغيتو ديروا السيجار هاني دابا كملت هنا في الدهين. غادي نشدهم غادي ندخلهم الفران يتحمروا ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي. ها هو دابا الشكل النهائي. هاني خرجتهم من الفران راهم باقيين عاد سخان، ها هما تحمروا. هانتوما شتو تحمروا من التحت ومن الفوق. غادي ناخذ الفرماج محكوك غادي ندير لهم بحال هكا فوق منهم. باش زينتو بالفرماج هانتوما غنزيد شويه د القزبر للتزيين كما هكا، غير هكا شي رشيشات بحال هكا صافي. غادي ندخلهم للفران يتحمر شويه يذوب داك الفرماج وغادي نقدموهم بالصحه والراحه. وجربوهم ما تنساوش ابوني. هاني زينتهم غادي نشدهم غادي ندخلهم للفران يتحمر داك يذوب داك الفرماج صافي ونقدموهم بالصحه والراحه. ها هو دابا الشكل النهائي نتاع المحنشات ديالنا صغيورين. اللي بغى يديرها كبيره يديرها. حنا وريناكم غير الحشوه والطريقه وبالصحه والراحه.
ها هو دابا الشكل النهائي نتاع المحنشات ديالنا. جربوهم وبصحتكم وراحتكم واقتصاديين وعلى قد الجيب، وتابعونا ان شاء الله ونعطيوكم الجديد.